هل بدأ شبح الحرب يحوم في المنطقة؟ الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز يحذر من شن المغرب حربا على الصحراء الغربية ويحمل مجلس الأمن مسؤولية ذلك، والكل في انتظار جلسة الأخير نهاية هذا الشهر من أجل إجبار المغرب على عودة بعثة المينورسو وتجنب الكارثة. تشهد القضية الصحراوية تسارعا في الأحداث في الآونة الأخيرة، حيث حذر الأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز في رسالة وجهها إلى الأمين العام الأممي بان كيمون، حذر الأمم المتحدة من احتمال شن المغرب حربا على الصحراء الغربية إذا لم يمارس مجلس الأمن ضغطا حقيقيا ومباشرا على المغرب لأجل السماح لبعثة الأمم المتحدة باستئناف عملها. إذن يعود شبح الحرب ليحوم من جديد بعد عقود من السكون المليء بالحذر، ويعود معه الخوف مما ستحمله هذه الحرب إن نشبت من تداعيات كارثية على المنطقة. ويبقى الكل في انتظار جلسة مجلس الأمن نهاية هذا الشهر الذي بقي الرهان عليه لطرد شبح الحرب. هل في رأيك بعد تصريح الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، في رأيك هل تجعل أو تدفع حقا المغرب لشن حرب؟ نعم، على جبهة البوليساريو. أنا سنرى ذلك. ثارت غضب المملكة المغربية واعتبرت أن تصريح الملك الأمين العام للأمم المتحدة غير لا يأتي في سياقه. نعم نصوا إلى إعلان الحرب كما قال الرئيس الصحراوي. إذن هذه نتجت عن ذلك، وهو أن المملكة المغربية طردت من عناصر المينرسو ومنهم المدنيين والسياسيين. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ يعني هذا ما أريد أن أقول، إلى أي مدى أو تصريح الرئيس الصحراوي فيه نوع ممكن من الخوف أو التحذير، أم أنه حقيقة ممكن المغرب أنه يشن حرب على الصحراء فعلا؟ بما أن المغرب أولا يطرد أفراد من بعثة المينرسو، وكذلك أنه وقف الاشتراك تاعو في العملية تاع المينرسو اللي هي تقدر بحوالي 3 ملايين دولار سنويا. نعم. إذن باختصار إذن طرد هو في الحقيقة هو عبارة عن إعلان حرب، أو أن العملية السياسية التي وجدت من أجلها المينرسو اللي هي إجراء استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية، أن هذه الآن أصبح غير موجودة، انتفى سبب وجودها، فبالتالي ممكن. نعم تفضل دكتور أحمد شوتري في هذه النقطة بالذات. هل ترى أنه بإمكان المغرب أنه يشن الحرب على الصحراء الغربية؟ والله كل شيء ممكن، وتخوفات الرئيس الصحراوي ما هيش جاية من فراغ يعني. ممكن لديه من المعطيات ممكن أكثر، ممكن عنده معلومات احنا ما عندناش، لكن اطلاعي على الكثير من الحيثيات ومن عقلية النظام الملكي المغربي ومن سياسته في المنطقة توحي بهذا التخوف هذا أو تؤكد هذا التخوف، لأن المغرب جعل من الصحراء الغربية قضية وطنية كبيرة عباء الشعب المغربي حولها منذ 40 عام أو أكثر، عباء المعارضة أصبحت موحدة بسبب قضية الصحراء، كذلك عقد عليها آمال كثيرة، وبالتالي هذا شيء طبيعي يخلي القلق يزداد ويتصاعد عند النظام الملكي المغربي، وممكن يغامر أي مغامرة تصل إلى حد شن الحرب. ممكن. أنا لا أستبعدها. دكتور علي ربيج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، هل ترى أنه نحن حقا في المنطقة أمام حرب ستقوم بين المغرب والصحراء الغربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا أستاذ حمزة على الاستضافة والتحية لضيوفك. بالفعل أن القضية الصحراوية الآن تشهد منعرج خطير من خلال الأحداث المتسارعة التي تعرفها هذه القضية، ولا سيما بعد الزيارة الأخيرة للأمين العام لمخيمات اللاجئين في التندوف، والتصريح الذي صرح به والذي كان بالنسبة للحكومة المغربية على أن أساس هذا التصريح هو خروج عن الحياد من طرف الأمين العام ومن طرف الأمم المتحدة التي هي الراعي الرسمي تقريبا لعملية إجراء الاستفتاء في المنطقة، وخاصة بعثة المينورسو، واللي أعتقد أن المغرب لم يهضم هذا التصريح من قبل الأمم المتحدة في شخص الأمين العام. هما الآن في اتجاه نحو التصعيد
قضية الصحراء الغربية، بمعنى أنه إعلان الحرب من دونه أعتقد أنه المغرب يتجه إلى التصعيد أكثر منه إلى الحرب، بمعنى أنه سيضع العالم كله أمام الأمر الواقع من خلال طرد بعثة المونيسو لا سيما الأفراد الإداريين والسياسيين، والبعثة في حد ذاتها وجودها في المنطقة هو على أساس أنه لتنظيم عملية الاستفتاء. فبذهاب هذه البعثة هنا نطرح سؤال: ما هو مصير القضية الصحراوية؟ هل الآن نتجه نحو استعمال القوة الصلبة من خلال استعمال قوة السلاح وتحريك الجيوش لا سيما بالنسبة للمغرب وجبهة البوليزاريو، وندخل في مشكلة أخرى إلى جانب المشكلات الأمنية وحالة اللا استقرار والأمن التي تعرفها المنطقة، ابتداء من ليبيا إلى مالي إلى أحداث كثيرة في منطقة الساحل. فأعتقد أن المغرب سيفكر 1000 مرة قبل أن يعلن حالة الحرب، وفي الأخير حالة الحرب أو إعلان حالة الحرب أعتقد أنه في أطراف خارجية. لكن سامحني، أنت تقول أنه ممكن هو تصعيد أكثر منه إعلان حرب، يعني لفت انتباه العالم تريد أن تقول ممكن، لكن الأمين العام للأمم المتحدة في زيارته الأخيرة ممكن هو حتى المغرب مش في مصلحته، حتى الأمم المتحدة أمين العام يعني أقر باحتلال المغرب الأراضي الصحراوية في النهاية، يعني وهذا هو تصعيد إلى أي حد، يعني إلى أي مدى؟ نظن أن المغاربة أو الحكومة المغربية من خلال تصريح المغرب الأمين العام للأمم المتحدة كسر كل جهود وكل العمل الدبلوماسي اللي قامت به المملكة المغربية في قضية حشد الرأي الدولي والعالمي فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. هذا التصريح جعل المغرب تفكر بأنها ستجعل الأمم المتحدة والعالم كله أمام أمر الواقع، بمعنى أنه إذا أنتم لم تنزلوا إلى المطالب المغربية في قضية تقرير المصير أو لا سيما في قضية الحكم الذاتي، لهذا هو الخيار المغربي الاستراتيجي. نعم، ماذا سيكون؟ لأنه عملية إعلان الحرب ممكن أن تعلن بداية الحرب، ولكن متى ستنتهي هذه الحرب ومن هي الأطراف التي هي معنية مباشرة بالحرب؟ أعتقد أن الجزائر عندها كلمة في قضية أنه تعلن حرب في المنطقة، والمغرب يعرف يعني بشكل كبير أنه إعلان الحرب في المنطقة في هذه الظروف هو إعلان الحرب بشكل أو بآخر على الجزائر، بمعنى أنه الجزائر ستكون معنية مباشرة بالحرب هذه بتداعياتها، يعني بالأساس يعني بكل تداعياتها من بعد على المنطقة كلها مش على الجزائر. كل المنطقة. لهذا نعم. أنا أعتقد أنه من الخطأ الفادح أنه المغرب سيتجه نحو استعمال هذه الورقة وهي ورقة الحرب. وهذا الحركة الأخيرة للمغرب تفسيرها بالتحديد يعني في رأيك؟ يعني هو كما قال الأساتذة هناك بالنسبة للمغرب غضب، ممكن غضب غير محسوب العواقب، ممكن في لحظة غضب فقط. نفس الحكومة. إذا كان تسمح لي فقط، وإذا كان تسمح لي أستاذ شوتري، هو أنه لما تقول إعلان الحرب يعني نشوفوا أنه ما يحدث في المنطقة العربية، أنه هذه التوترات أو هذه حالة الفوضى التي تعم في العالم العربي دخل على الخط ما يسمى بالجماعات المسلحة. ولطالما المغرب أراد أن يصنف جبهة البوليزاريو على أنها جبهة أو أنها منظمة إرهابية. نعم. فأعتقد أنه التفكير الآن يتجه لحول خلق حالة من الفوضى، إن لم تكن هنالك حرب ولكن حالة من الفوضى خاصة في استعمال السلاح، بمعنى هنالك استدعاء بشكل غير مباشر لجماعات مسلحة أنها تدخل على الخط، وهنا المغرب يريد أن يوظف هذه الجماعات المسلحة إذا دخلت في المنطقة إلى جانب يعني الجهة الغربية، يعني الصحراء الغربية هنا بمعنى أنه بلقنة المنطقة بشكل كل إدخال المنطقة التي بقيت على الأقل نوعا ما مستقرة، إدخالها في فوضى أخرى في المنطقة العربية. إذن الآن من أجل بالتحديد من أجل ماذا في النهاية؟ هذا الفوضى ألا تمسه؟ لا معنى أنا على استعداد أنني إذا لم تستمعوا إلى كل مطالبي أنني أدخل المنطقة في فوضى. أحمد شوتري تفضل. أنا من زاوية أخرى متخوف من حاجة كم مرة نحكيها. الآن في مشروع كبير لبلقنة الوطن العربي وإلغاء هويته العربية نهائيا، ووثائق كثيرة حول هذا. قادة المغرب والجزائر خايف يعني الحماس هذا اللي يبدوه الآن الغرب حول قضية الصحراء، خايف أنه وراه شيء آخر ليس وراه قضية صحراوية أصلا.
يعني هو فتح اكتمال خط النهر إن صح التعبير، يعني من اكتمال المشرق خط العربي النهر. إلى ليبيا، مالي، الصحراء الغربية. وعلى من بالك المحيط أنا إلى قاري وثائق سنة 2030 اللغة إيه. العربية تلغى من المغرب العربي. يقول لك يعني هذا جزء من مخطط بالضبط. يحضر. نهار ما يسقطوا النظامين في الجزائر والمغرب يجي المشروع الكامل. يبدأ من المغرب ويجي حتى يوصل إلى آخر مدى البحرين. نصبح دول بهويات متعددة، ولا يسقط النظام الملكي في المغرب، الهوية العربية تروح في المغرب العربي، لأنه هو يحكم باسم العرب، باسم آل البيت، والمناهضين لعروبة المغرب هذا المكمن نتاعهم. شايف؟ فيصبح واحد ما ينطق باللغة العربية في المغرب الأقصى. كيف؟ ففي خطورة كبيرة، يعني أنا راني شايف. فعلينا أن نعيها جميعا. المغرب النظام الملكي ندعوه إلى يعي هذه المخاطر ويحسبها بشكل جيد، وإحنا كذلك أيضا. يعني هذا الفوضى هي جزء من مخطط إسقاط للأنظمة هذه، إدخالها في لا، وبعد جايب لك أنظمة جديدة. نعم. لا وحتى المشكله، وانا ممكن كذا نضيف نقطه فيما يتعلق بالاستاذ اللي اثارها الاستاذ شوتري، هي انه بلقنه المنطقه وادخلنا في فوضى عارمه. انا السؤال الذي يجب اننا نطرحه، هل الحكومه المغربيه تدرك مدى خطوره هذا التحرك؟ لا قدر الله انها تعلن الحرب على جبهه البوليزارو في المنطقه. اعتقد انه لو دخلنا في هذا السيناريو المدمر للمنطقة والمدبر حتى للحكومة المغربية، بمعنى أنه هل المجتمع المغربي اليوم، هل الاقتصاد المغربي اليوم، هل ما وصل إليه المغرب اليوم على استعداد وعلى قدرة أنه يتحمل حرب ثانية مع جبهة البوليزاريو؟ وانت الآن قلت أنه هي حرب تقريبا غير متكافئة مع جيش نظامي يعد من أكبر ومن من أفضل الجيوش من ناحية العتاد، خاصة على مستوى المنطقة العربية والمستوى الإفريقي، مع جبهة البوليزاريو. وهي في الأخير تبقى دائما هي عبارة عن ميليشيات، أو خلينا نقول جماعات مسلحة تجيد جيدا عملية الحروب، ما يسمى بحرب العصابات. فأعتقد أنه هذا السيناريو، أنا ضم صوتي للأستاذ شوتري أنه أتمنى أنه لا يتحقق، لأنه في الأخير هذا السيناريو سيخدم أطراف خارجية، سيخدم مخططات خارجية. ولست من أصحاب نظرية المؤامرة، ولكن أنا متخوف كما قال الأستاذ أننا نصنع لأنفسنا نهاية دراماتيكية، ونكون أداة وسيلة لأطراف خارجية. وكذلك أقول الأستاذ شوتري لما يقول لك أنهم فيه تحمس من طرف الغرب لإثارة هذه المشكلة اليوم، لأنه السؤال اللي يطرحه، لماذا الأمين العام اختار هذه الفترة فقط للتصريح بهذا التصريح اللي قدمه؟ فأعتقد أن هنالك شيء ما يطبخ وشيء ما يحضر لإدخال المنطقة لاستكمال ما يسمى، ما قلت حمزة، أنه خط النار. وهنا تدخل المنطقة كلها في أتون حرب أهلية وحروب مدمرة. لكن الكلام كذلك الكلام عن نظرية، حتى وإن نفيت نظرية المؤامرة أو عفوا أن ممكن، لكن الوضع اليوم ألا يتأزم بأيدينا؟ يعني في النهاية يتأزم بأيدينا. الكلام عن مخطط عام من أي بلقنة المنطقة وكذا، أدواته. لكن نحن من نؤزم منطقتنا بأيدينا في النهاية. أستاذ حمزة، احنا كنا ولا زلنا وسنستمر أداة ووسائل في يد هذه المخططات التي تصنع وتطبخ في مراكز صناعة القرار في الغرب. لكن السؤال الذي يطرح، متى ستستفيق هذه الحكومات من خلال أن تكون، طيب نذكرك في نقطة مهمة جدا، هي اتحاد المغرب العربي. ولكن ماذا يريد المغرب؟ يعني هل ضم الأراضي المحررة اللي فيها بقيت فيها 25 أو 30% هي محررة لجبهة بوليزاريو هكذا؟ نعم. يريد استرجاع، أو عفوا يريد الاستحواذ على هذا الأراضي المتبقية. الدكتور أحمد شوتري، هل أعاقت قضية الصحراوية الاتحاد المغربي؟ نعم، هي أحد العناصر الأساسية اللي تعيق وحدة المغرب العربي أو التقارب، لأن التقارب إذا يأخذ مساره الطبيعي نصل في النهاية لتحقيق مكاسب. لما نتكلم على الاتحاد المغاربي، هو اتحاد نأمل أن يكون اتحاد اقتصادي أكثر شيء، تبادلات تجارية. يعني القضية أو الصحراء الغربية ممكن كان بالإمكان أن
تحييدها نعم تحييدها والمضي في الاتحاد المغربي. عندنا الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، يعني مش على يتوقف على دولة واحدة ودولتين في النهاية. والله شوف أعاقت القضية الصحراوية اللي مسار طبعا الاتحاد المغربي لأن المغرب يعتبر مثل ما قلت قبل قليل، المغرب يعتبر قضية الصحراء حياة أو موت بالنسبة له. يعني ما قيل أو تصريح الرئيس الصحراوي أنه صح نابع عن معطيات، وأن المغرب حقا، نرجع فقط الوراء إلى قضية شن الحرب، أنه هذا استغلال لوضع الجزائر، الحدود الشرقية مشتعلة، الجنوبية فكذلك محاصرتها من الجهة الغربية كذلك، وهذه الفرصة الذهبية إن صح التعبير لمن يريد أن يدخل الجزائر إلى هذا خط النار الذي تكلمنا عنه يعني. أخي إذا كان قامت يعني الحرب في الصحراء الغربية، لأن شفنا الحرب اللي وقعت في الماضي فعلا صحيح الحدود الجزائرية كلها يعني مشتعلة، لكن هذا لا يعني أن الجزائر عندها مشكلة، لأن هي بالنسبة لمشكلة الصحراء الغربية هي تقول مشكلة لا تعنيني، يعني هي مشكلة مبدأ وفي داخلة في إطار تصفية الاستعمار من القارة الأفريقية والله من العالم، وبالتالي هي ما عندهاش لا أطمع في الأراضي ولا أطمع في كما يقولون هم إلى الولوج إلى المحيط الأطلسي أو لكن إذا قامت الحرب ستأتي على الأخضر واليابس. نعم فيها الجزائر تتأثر، فيها المغرب تتأثر، والمغرب هو الذي يدفع الثمن أكثر. نعم هي فرصة لمحاصرة الجزائر شرقا جنوبا والآن غربا. والله هذا تحصيل حاصل. أنا نشوف فيها هي قضية الصحراء الآن والمنعرجات اللي تمر بها من حين لآخر بين نزول وهبوط هو لإخلاق القلق في المنطقة. الجزائر واحدة من المعنيين في هذه المنطقة مستهدف، ولكن الهدف نرجع للأساس هو خلق القلاقل في المنطقة لتمرير مخطط قاتل. كل هذا المجتمع الدولي غير صادق، لأنه كله غربي، غير صادق في تعامله مع قضية صحراوية أو في المنطقة، فهو يريد التأزيم نعم لا أكثر.